كم مرة صديقي قلت على حد ما بيحبكش يا أخي لله في لله، وأنت أصلا لا اتعاملت معاه ولا تعرفه، وممكن أول مرة ممكن تكون شفته في المرة دي، ورغم كده ممكن تقول عليه يا أخي روح ما بيحبكش لله في لله برضه، وأنت من جواك ما تبقاش عارف هو أنا قلت كده ليه؟ هو أنا ليه مش حابب أتعامل معاه؟ تعالى مثلا نشوف العكس، كم مرة صديقي مثلا حبيت جدا إنك أنت تتعامل مع الشخص ده مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وبتقول روح يا أخي والله العظيم قلبي ارتاح لك وحبيتك لله في لله، وشك عليه القبول كده، أنت إنسان زي العسل. ما بيحصلش معاك الموضوع ده؟ اكيد بيحصل، لان دي طبيعه اصلا في طبيعه البشر. دي كلها بقى يا صديقي مواقف بتحصل معانا وهتحصل معانا دايما. فانا بقى يا صديقي جاي اسير شويه جدل كده واعمل شويه قلق وشويه نوش كده في الموضوع، واقول لك ايه السبب في الموضوع الكبير جدا ده. فاتمنى يا صديقي انك انت بقى في البدايه كده ما تنساش بقى اللايك والشير وشويه الحاجات الحلوين دولت عشان نساعد في الناس تشترك في البدايه. فمن غير ما نضيع وقت كتير تعالى بينا نسمع الفيديو. بص يا باشا، الناس بتدي تقييم للشخص اللي جاي عليهم في اول 10 ثواني. بص لساعتك كده مثلا، وفي خلال 10 ثواني شوف اقرب واحد جاي ليك، واحد غريب انت ما تعرفوش، شوف انت هتعمل ايه معاه. هتلاقي نفسك بس يا صديقي في خلال 10 ثواني بتعمل حاجه اسمها حكم. ايوه، بتحكم عليه من خلال ايه؟ خلال هيئته وجسمه وشكله، وبتوصل كمان يا صديقي انك انت بتبقى متخيل طريقه كلامه وهو داخل عليك، وهو خلاص داخل عليك ويبدا يتكلم معاك، بتبقى انت كونت شخصيه كامله متكامله عن الشخص اللي جاي يكلمك ده. طب احنا ليه بنعمل كل ده؟ وعقلنا بيعمل كل ده ليه؟ عشان نكون شخصيه او نكون معلومات عشان نقدر ان احنا نتكلم بيها مع الشخص اللي جاي لنا ده. ومبدا الحكم ده يا صديقي على الناس ده مش بمزاجنا، دي طبيعه اصلا في طبيعه البشر من زمان. فمن ايام ارسطو هم عندهم دايما اعتقاد ان ملامح الوجه يا صديقي اللي بتظهر من بره دي بتبقى طبيعه طالعه من جواك. النهارده يا صديقي بتثبت لنا الدكتوره ديان بيري، ودي دكتوره في علم النفس في جامعه دالاس، بتقول لنا ان احنا ما زلنا بنعتمد على ملامح الوجه من بره وبنحكم عليها. اكدت الموضوع ده يا صديقي ان معظم الناس بتعرف تميز ما بين المجرم وما بين الكويس وما بين الانسان الطيب والانسان الشرير في ملامح الوجه. احنا كلنا ممكن نكون فاتحين السوشيال ميديا، تم القبض على تاجر المخدرات مثلا وليكن، بيبقى باين على ملامح الوجه بتاعته ان الراجل ده راجل مش كويس. اكيد مثلا سمعنا فيلم من الافلام بنلاقي مثلا ان الشخص الشرير ده بيبقى باين على وشه ان هو شخص شعره مش كويس. هو ده الشخص اللي احنا بنبقى عارفينه دايما في الافلام والمسلسلات ده، ان ده شخص مش لذيذ. هو ده. على عكس ان احنا مثلا لقينا مثلا بطل الفيلم او كاريزمة الفيلم، تلاقي مثلا شعره مسبسب زي كده مثلا ومظهره كويس. انفع امثل صح؟ هو ده. تلاقي مثلا البطل بتاع الفيلم هو ده الشخص اللي متهيأ ومتهندس ومتظبط، اما الشخص العاصي والشخص اللي زي الزفت تلاقيه شخص عليه تراب الدنيا والدواني. هو ده كان الطبع يا صديقي او الحكم اللي احنا كلنا بنعمله. شفت يا صديقي كل الكلام ده؟ اقدر اقول لك ان احنا عندنا عقل اقل من عقل العصفره بجد. احنا عقلنا دايما متحجر، لان احنا صديقي من اول مقابله ما بينك وما بين الواحد بتكون انت كونت شخصيه استحاله تعرف تغيرها. يعني انت مثلا ممكن تكون واخد فكره ان الشخص ده شخص جبان جدا، وممكن يحصل موقف قدامك مثلا ان هو قتل اسد، ممكن تعمل 100,000 مبرر ان هو لا ده هو قتل الاسد ده من محض الصدفه. ولو احنا مثلا اخدنا ان الشخص ده انسان صالح وتقي وما بيسيبش فرض وقال الله وقال رسول، والراجل ده ما فيهوش فابريك، ما فيهوش ولا غلطه، ومره من المرات مثلا شفته بيعمل حاجه غلط، انت استحاله تكون ما هتقتنع بالغلط، انت تفضل تخترع له 500 دليل ان هو لا مش هو اللي بيعمل ده، تلاقيه بس عملها كده بالغلط، او واحد مثلا كان بيستفزه هتخترع له 500 دليل. لكن في الحقيقه صديقي كل الاعذار اللي احنا بنعملها دي احنا بنعملها علشان نفسنا، بنعملها علشان نقنع نفسنا وبس. لان لو احنا اعترفنا بالوضع الجديد اللي احنا شفناه، ان الشخص ده مثلا اللي كان جبان بقى شجاع، والشخص اللي كان كويس بقى زي الزفت، احنا كده هنقنع نفسنا ان احنا اخدنا الفكره الغلط. فلو احنا غيرنا الفكره فاذا احنا كده بنعيب في نفسنا. انت ازاي ما تقدرش تعيب في نفسك؟ عايزك برضه يا صديقي تركز في شويه اللي جايين دولت قوي. تعرف يا صديقي، انت لما تيجي تحكم على حد مش انت اللي بتحكم عليه، انت لما تيجي تحكم على حد يا صديقي بيكون فيه طرف ثالث في الموضوع. الطرف الثالث ده يا صديقي هو الوسيط اللي بينقل لك الحدث اللي حصل من الشخص ده ليك. الطرف الثالث ده يا صديقي مش بيكتفي ان هو بينقل لك الموضوع، لا ده بينقل لك الموضوع بالحكم بتاعه. الطرف الثالث ده ممكن ينقل لك حاجات بطريقه سلبيه، وبناء على الطريقه السلبيه فانت طول عمرك هتفضل متجنب ان الشخص ده استحاله تعامل معاه. وسواء يا صديقي الطرف الثالث ده نقل لك الموضوع بطريقه صحيحه او بطريقه خطا،
ففي كل الاحوال الموضوع غلط، لانه في النهايه هيأثر على الموقف بتاعنا. ده الامر اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه في القرآن الكريم: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية دي نزلت بسبب ايه؟ ان لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لوليد بن عقبة، ارسله الى بني المصطلق علشان يجيب رسالة او يشوف رسالة حاجة زي كده. رجع الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا نبي الله، ان بني المصطلق بيجمعوا نفسهم علشان يجوا يقتلوك. ففي الوقت ده يا صديقي جمع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الجيش والناس استعدوا للحرب، فنزلت الآية. ساعتها كان هيحصل حرب كبيرة جدا يا صديقي. بسبب ايه؟ بسبب عدم التأكد. ما كانوش عرفوا ان فعلا الكلام الوليد ده بيقوله صحيح ولا غلط. فانا جاي اقول لك يا صديقي ان عدم الوعي ده ممكن يسبب لك كوارث حرفيا في حياتك. ده كله بسبب ايه؟ بسبب الحكم على الناس من اول نظرة، وانك انت بتقيمهم خلال طرف ثالث بيبوظ الدنيا في الموضوع. انا بقول لك الموضوع ده كله يا صديقي علشان تهرب من فكرة انك انت تحكم على ناس ملهمش ذنب في الموضوع، او ممكن يكونوا ناس فعلا ناس كويسة جدا وانت خايف انك انت تتعامل معاهم بسبب الحكم عليهم من طرف تالي. وللاسف يا صديقي الموضوع ده كله بيتورث. يعني مثلا انا ممكن يكون عندي تجنب ان انا مش عايز اتعامل مع فلان، انا لما يجي ابني انا هعلمه نفس الموضوع ده. كله بيتورث لبعضه. طب دلوقتي يا صديقي انت ممكن تسأل نفسك سؤال كبير جدا: انا ازاي احكم على الناس من اول نظرة؟ هرد عليك رد جميل جدا يخلص لك الموضوع ده كله. انت ليه اصلا عايز تحكم على الناس؟ انت مين اصلا عشان تصنف على اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقهم وانت نفسك عايز تصنفهم ان ده فلان كويس، لا ده فلان مش كويس، لا ده مش عارفه ايه. اليس من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ مش من الحكمة برضو ان احنا المفروض نبحث وندور على عيوبنا ونعدلها، احسن من ان احنا نفضل ندور ونصنف الناس من كويس ومن وحش ومن جميل ومن قبيح؟ ليه احنا نعمل الموضوع ده كله؟ يا صديقي بلاش نصنف الناس، خليك في حالك، دور على حياتك، وبلاش تحكم على الناس من اول نظرة. اقول لك على حاجة بسيطة جدا نختم بيها حلقتنا. الخليفة هشام بن عبد الملك بعت رسالة إلى الفقيه الأعمش بيطلب منه أن يخبره بمناقب سيدنا عثمان ومساوئ علي بن أبي طالب. فرد عليه الأعمش وقال له إيه؟ لو كان لمناقب عثمان أهل الأرض ما نفعتك، ولو كان لعلي مساوئ أهل الأرض ما ضرتك، عليك بخصوصية نفسك. اما بقى لو انت فعلا مصر انك انت لازم تقيم الناس وتعرف الاسرار وتعرف المواضيع دي كلها، لازم تكشف على نفسك وتشوف سلامة صدرك، ان فعلا ممكن يكون في حاجات مؤثرة على قلبك فعلا. فملخص الفيديو يا صديقي يلا نلخصه في 3 حاجات. اول حاجة يا صديقي احنا بنحكم على غيرنا في خلال ثواني بس، وبنفضل متمسكين بالرأي الاول طول عمرنا، ومش بنكتفي بكده، نفضل دايما مقتنعين ان الرأي بتاعي ده هو دايما هو ده اللي صح، انا شفتك وحش انت طول عمرك هتفضل وحش. رقم 2 معظم الاراء اللي انت مفكرها انها خصوصية وانها فعلا تخصك بس، دي حاجة من الاتنين: يا اما انت فعلا اتورثتها من ابوك او امك او جدك او الناس دي كلها، او انك انت اكتسبتها من الناس اللي حواليك، فما فيش حاجة تخصك. رقم 3 صديقي ما كانش ينفع ان احنا ما نذكروش، وهي مقولة ابن القيم لما قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسى عيبه وتفرغ لعيوب الناس. اظن مش محتاجه تفسير. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنساش بقى اللايك والشير شويه الحاجات الحلوين دي عشان نستفاد في نشر الفيديو. كان معكم محمد داك، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديده. سلام.